المجرمين الى امراه اعتدوا عليها، هي مسكينه مظلومه وربي راح ينتقم لها من المجرم اللي اعتدى عليها وما تحسب لها كانوا زانيه. دايرين العثمانيين كانوا دايرين بيوت كدا في التاريخ تقراها، ماشي انا لا اللي قلت. لنفرض انا ما نشهدش على ناس ما عشت معاهم، لنفرض كانت صح وقالوا بلي كنا محتلين وحنا حنا مظلومين، يعني حنايا غير ملامين عند الله. اجمع هذه المراه اللي اعتدوا عليها ربي سبحانه حينتقم عليها من هذا المجرم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الدايوث لا يدخل الجنه. قالوا له من هو الدايوث يا رسول الله؟ قال لهم الدايوث هو اللي يشوف الفاحشه في الاهل تاعو ويرضى. كاين ناس مثلا عندهم السياحه الجنسيه والدعارات تساهم في الاقتصاد تاعهم، راضين، هذوما دايوثيين بقول الرسول. اما الناس اللي صاحبي اللي بشهادتهم هم يا اخي. دقيقة انت عندك 46,000 مولود غير شرعي كل عام يا اخو بشهادة جريدة الخبر لا باحصائيات. ولكن احنا ما نجيبوش الناس، ما نجيبوش السياح ينكحونا. انت لو كان جاو احنا ما عندك نتاجروش سياح، بلسانه، احنا نتاجروا بلسانه. جوستومون انت عندك 46,000 واحد بلا سياح، لو كان جاو عندك هل سياح الجزائريين اللي يتاجروا بلسانه؟ معليش دونك غادي تعاودها لا تدخل، ما غادي تدخلش في تعاود الدائره، هذا الاتهام مرة أخرى. لا تدخل في الزينه، لا تفرق بين الزينه، غيت ستوب. ما لا تفرق بين الزينه والدعاء. قلنا تسكت من فضلك. الداية فعلا انسانيه يرضى. دونك فهم انا على حساب ما فهمته انه قاعد يقول لنا باللي ممارسه المهنه هذه لما تكون داخليا مثل ما هو حاصل في الجزائر. البارحه عند ماريا تكلمنا على القضيه اللي تكلمت عليها الاستاذه بن براهم اللي هي المحاميه اليوم في القضيه تاع كمال داود وتظهر في الاعلام الجزائري وكلش، اللي قالت سنه 2009 بانه موجود 8000 وكر تاع رذيله باش ما نذكروش الكلمه الاخرى في الجزائر العاصمه لوحدها. هذه الاستاذه بن براهم اللي قالتها، مانيش انا اللي قلت. المواليد الرقم اللي عطاه لحظه، الرقم اللي عطاه رائد هو رقم فقط. لا كنت كاين بويد دعاره في الجزائر دركا راح ضبط هرموناتك. الرقم اللي عطاه رائد هو يعود الى 2009 45,000 واللي هي منظمه حقوق الانسان قالتها. معناتها تخيل اليوم في 2026. دونك الكلام على الدول الاخرى اصلا اشاره الى انه بما انه موجود في امور اخرى وموجود كوارث اخرى هو فقط لانك عندك عقده اعراض، لانه انت خارج من بيت رذيله حرفيا مثل كثير للاسف من الجزائريين اللي كيف انا خارج بيت الدعاره وانت يسموك بن الزهره. ما عندكش بابا وليد الزهره. كيف على وليد الزهره انت عليه؟ لحظه يعني معناتها الالقاب ما عندكش باباك. اوكي معناتها الالقاب العائليه الموجوده في الجزائر اللي كلها عبارات نابيه. مثلا تاخذ العباره تاع بوق الزوحه مثلا هو كبير المؤخر على سبيل المثال، او بوبغله، او هذه القاب عائليه حقيقه في الحاله المدنيه الجزائريه. وليد الزهره انت على وليد الزهره. انت تستحي من اذا نسبت مثلا الى امراه بنبله تشتم الرئيس الاول رؤساء الجزائر اسمه بنبله، بن بطوش، كاين بن بطوش على سبيل المثال. بن بطوش هل تشتم بس على راجل مسمي على راجل. لا تشتم بن بطوش يا اخو. اوكي لحظه رائد مسمين على رجاله مسمين هو مسمي على الزهره. اوكي دونك انت تشتم بن شهره ايضا. انت وليد الزهره على وليد الزهره. علاش بن شهره مسمي على امراه تربيه بيوت الرذيله؟ ما انت بيوت الراجله تاك يسموك دليل هو الناصر بن شهره. ما عندكش باباك وليد الزهره. هو الناصر دونك مجاهد شهيد كبير ما عندوش باباه ثاني. لا انا نزلته شوقي لانه انسان منحط. لا لو كان خليتيه فقط لانه باش يبينوا الحقيقه تاع الجزائري. للاسف الفرد الجزائري هذا هو العقده مع القضيه هذه تاع انه لما نتكلموا على المواضيع هذه يجبد مثلا بلد اخر هو محاوله ابعاد الشبهه اللي هي شبهه موثقه، ليست شبهه لانه امور موثقه تاريخيا. الحقيقه هذه موجوده. القضيه تاع الالقاب العائليه
الإشكالية هذه مثلا اللي ذكرها الآن هي تكشف أيضا إشكالية واحدة أخرى موجودة في المجتمع الجزائري. يعني لأنك أنت لما مثلا تشتم تقول بن زهرة فيها مشكل، أوكي اشتم بن زهرة. الناصر بن شهرة اللي هو من أكبر المقاومين في الأغواط راكم تشتموا في نفس الطريق. كما عبد المجيد تبون شتم مجهولي الأب مجتمعين على سبيل المثال. دونك حتى لو كانت بن زهرة هي إشارة إلى أنني مثلا ابن امرأة فقط ولا أنسب إلى رجل لأنني مجهول الأب. هل هذا أمر يشتم به الشخص؟ لا بالمنطق تاع الجزائر اليوم وانا لا كنت اتبناه بشكل عادي وطبيعي جدا، لانكم انتم تربيه بيوت الرذيله تشتمون الناس بالاصول، لانه موجوده اشكاليه تاع اصول في الجزائر مرتبطه بالوجود العثماني. دونك الانسان لازم على الاقل يصحح. انا يا ريت لو كان خليتيه يزيد يبين اخلاقه باش الناس تشوف اليوم الخلق تاع الجزائري. هذا الكلام تاعو كان منحط بزاف والله. منحط بزاف. اخويا الفراقشي انا راني معك في كل كلمه قلتها، وانت اخي في الله، فهمت؟ وانتيك فهمت. اوكي البارح كنا محتاجينك رائد ترجم لنا واحد الياخو كان معنا، انت كنت غائب للاسف. والله يا الفراقشي العزيز غير توحشتك، وليت كيما نطلعش ولا نتلاقاش بك في اللايف، والله غير تخصني عفسي هكذا ولا يخصني انسان فراقشي صاحبي والله. ماريا راهي ما تعرفش كلمه فراقشي. فراقشي قتال في الفراقشي، قتال. لازم بعدين ماريا راهي مصدومه ما معنى فراقشي، خايفه تسقسي واش ما عندها. ماريا الخلعه طلقي مني. ماريا ما تخافيش راهي كلمه فراقشي خويا. واش راك يا خويا؟ انا عندي ميسيوني تما جيت باش نقولها لك بيبليكمون، من بعد نبعثها لك بريفي، نعطيك لا ليتر دو ديميسيون. انا حنحبس يا خو تيك توك، باش ما تخافش كاع على بلاصتك ولا تقول رائد ولا، ونجي نكبس لخويا وندعمك، ولكن انا حنحبس تيك توك هكا باش ما يصراوليش مشاكل بالعائله في البلاد. خاطش كون نكمل هكذا على بالي بلي سينيالوني. والله يا صح. قالوا لي افيرتيسمون، والله لحقني يكتبوا افيرتيسمون من الدار، قالوا لي يا ودي غير خطيك. تما انا حنجبد ان شاء الله، انا حنحبس. كاين لايفات قعدوا لي شويه واحد 4 ولا كاين واحد 3 مواضيع، ندير واحد 2 ولا 3 لايفات، نكمل فيديوهات لي لازم نطلقهم وتهلاو ودمتم في رعايه الله وحفظه. شوقي بن زهرة حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اصبر اني ما رايد راك ما تفرقش بين الجديه والصح دركا، فيها شويه جديه رايد ولا فيها؟ لا راني حابه يا خو ماشي دوكا شغل كاين عفايس ما نقدرش نحكيهم لك هكذا بيبليك، وتسمى واحد لازم يفهم، لازم نهرب بيه، ماشي زعما عليا انا ولا خوف ولا على الدار يا خو. في الخاص نقصروا فراقشي. على كل حال الواقع تسمى لو فات اننا ما نقدروش نهضروا في مواضيع كجزائريين، هذا يكشف الحاله تاع البلاد هذه على كل حال. زيد غرقني انت اللي عبساني نعطيها لك، تزيد دخل لي